ازيكم؟ يا رب تبقوا بخير. معاكم دكتورة سارة زيتون، مساعد استشاري جراحات الثدي بمستشفى بهية. احنا دلوقتي في بينك اكتوبر، وهيكون معانا مواضيع كتير نتكلم فيها. النهارده موضوعنا هيبقى الفحص الذاتي. كون معاكي خطوه بخطوه اعرفك ازاي تعملي الفحص الذاتي وامتى تعمليه وكل قد ايه. مين اللي المفروض تعمل الفحص الذاتي؟ الفحص الذاتي كلنا نقدر نعمله. هو اكتر يبقى مفيد للسيدات في سن العشرينات والثلاثينات. اقدر اعتمد عليه الى حد ما شويه ان انا اشوف في حاجه عندي خطر او تستدعي ان انا اروح لدكتور او لا. فوق سن ال40 الفحص الذاتي مش هو اهم حاجه، او مش هو الحاجه اللي بنعمل عليها ستريس ان هي دي اللي تعمل لنا اكتشاف مبكر لسرطان الثدي. هنعمله كل قد ايه؟ هنعمله كل شهر بانتظام، وانسب ميعاد ليه بيكون بعد الدوره او البيريد بيومين او 3، لان ده الوقت بيبقى اكتر وقت فيه الثدي اقل عرضه للاحتقان، وان اقدر يبقى فيه سهوله ان انا افحصه وان انا اكتشف ان في مشكله او لا. اتكلم بطريقه مبسطه كده عن الاعراض اللي لو لقيتها اخد بالي ان كده في مشكله ولازم اروح لاقرب دكتور متخصص في سرطان الثدي. اول حاجه فيها ان انا الاقي كتله في الثدي. الكتله دي من خصائصها انها مش بتوجع ومش بتتحرك كتير ومش بتختفي زي الحاجات اللي بتيجي وتختفي مع كل بيريد لينا. تاني عرض ان انا ممكن الاقي تغيرات في شكل الجلد. ممكن يبقى الجلد داخل لجوه كاننا واخدين خبطه او بوكس كده او نغزه. ممكن يبقى تخين ومحبب زي جلد البرتقانه. ممكن يبقى في تعويره او قرحه ما بتوجعش ما بتخفش. تالت عرض ممكن يبقى اعراض في الحلمه. الحلمه تبقى فيها تعوير ما بتخفش من غير ما يبقى فيه اي رضاعه او اي التهاب. ممكن الحلمه تدخل لجوه او الاتجاه بتاعها يتغير عن الاتجاه بتاع الناحيه التانيه. ورابع حاجه ان يبقى في افرازات، وبالاخص افرازات مدممه من الحلمه، ودي بتبقى على ناحيه واحده مش الناحيتين في اغلب الاوقات، ولوحدها من غير ما احنا ندوس او نعصر ونشوف فيه افرازات او لا. دي كده الاعراض بتاعت اللي انا اخد بالي منها في الفحص الذاتي. لو لقيت اي حاجه من ديت يبقى لازم اتوجه للدكتور. ودلوقتي بقى هنقول الخطوات بتاعت الفحص الذاتي. توقيتها قلنا ان احنا بعد كل بيريد واحنا داخلين ناخد شاور كده نقف قدام المرايه، يبقى مفيش هدوم في النص الفوقاني خالص، ونشوف شكل الثدي في 3 اوضاع. اول وضع فيهم ان احنا تبقى ايدينا جنبينا ونبص على التغيرات اللي في الجلد او تغيرات في شكل الحلمه او في اتجاه الحلمه. تمام. تاني حاجه واحنا ايدينا محطوطه في وسطنا بنشوف هل في جزء من الجلد اتغير او حته دخلت منه لجوه زي ما قلنا كانها واخده نغزه او خبطه. تالت وضع واحنا ايدينا ورا راسنا عشان نشوف اتجاه الحلمه بيتغير او في حاجه شدت الحلمه لجوه ولا لا. رابع حاجه او رابع خطوه في الفحص الذاتي ان احنا نبتدي نحس في كتل او لا. زي ما هنشوف دلوقتي ان احنا هنقسم الثدي ب4 تربع، وهنبتدي نحس النسيج بتاع الثدي على القفص الصدري ببطن ايدينا ب3 صوابع دول، ببطن ايدينا مش بطراطيف صوابعنا، على كل اجزاء الثدي في الاربع اقسام اللي قسمناها، يا اما في حركه دائريه يا اما في حركه تقريبا قطريه، يعني من جوه لبره او من بره لجوه. في كل الاماكن بتاعه الثدي كاننا بنطبق النسيج بتاع الثدي على القفص الصدري بتاعنا، فنقدر نحس وجود اي حاجه مكلكعه او اي حاجه متكتله. تمام. اخر نقطه خالص فاحنا بنحس بايدينا ان احنا بنشوف الحلمه. بنضغط ضغطه بسيطه خالص على الحلمه نشوفها، عشان احنا ممكن الحلمه ده حاجه حساسه جدا او رقيقه جدا النسيج بتاعها، فممكن لو الضغطه قويه شويه احنا اللي نعورها ونلاقيها بعد كده هي اللي بتجيب دم. واخر خطوه خالص في الفحص الذاتي ان احنا نفس الخطوه بتاعه الفحص الدائري نعملها بس واحنا نايمين على ظهرنا، وممكن نبقى حاطين مخده على كتفنا تحت كتفنا الشمال، عشان ده بيسهل ان انا اقدر احس لو في اي تكتل او في اي حاجه غريبه. استمراريتك في الفحص الذاتي شهر بشهر بيعودك انك تاخدي الحساسيه او الطبيعه بتاعه الثدي بتاعك، فبالتالي لو لقيتي اي حاجه مختلفه تقدري تعرفيها. تحت سن ال40 الفحص الذاتي حاجه مهمه، واول ما يبقى فيه اي اعراض من اللي احنا قلناها لازم اتجه للدكتور، ما تغاضاش عنها ولا اقول دي حاجه هتروح. انت مهمه، صحتك مهمه. تابعونا في فيديوهات تانية كتير هيبقى فيها استفاده كتير.